السلام عليكم. خديجة من بعد 20 عام ديال الزواج وحتى توفى عاد غادي تكتشف باللي راجلها كان مزوج عليها ووالد، وداكشي اللي غادي يوقع ليها ما كيدخلش للعقل. المهم ما نطولش عليكم، نبداو في القصه. خديجه واحد البنت كان في العمر ديالها 18 سنه، قرات حد الباك وما نجحاتش فيه. تما غادي تقرر تجلس بحالها من القرايه وغتجلس في الدار. تعلمات الصنعه ديال داكشي دراندا د اليد وبدات كتعلم وتخدم شي شويه حتى دارت 20 سنه. من بعد منين دارت 20 سنه، واحد النهار واحد السيد جارهم غادي يجي من الطاليان وغادي يشوف خديجه وغادي تعجبو بزاف، وتما غيقول لوالديه غتمشيو تخطبوها ليا. بالفعل داكشي اللي كان مشاو عند عائله خديجه وخطبوها ليهم، وخديجه وعائلتها وافقوا على السيد بحكم انه غيديها معاه للطاليان وغيعيشها معززه مكرمه. المهم ما علينا، تفاهموا على كل شيء. ضربت الكاريت ديالها وهو مشى باش يكمل خدمته تما على ما يوجد ليها الوريقات يدير ليها التجمع العائلي. المهم ما علينا، السيد مشى لتما ودا الوريقات وقد المسائل لخديجه كاع اللي خاصها. المهم جابها معاه للطاليان، بقاو عايشين بحالهم بحال جميع الناس، يعني بحال اي ناس مزوجين. الراجل كيبان ظريف ومعقول. كتقول خديجه ما عمره ما اذاها وما عمرها ما شافت منه شي حاجه اللي خايبه. المهم ما علينا، خديجه دوزت مع السيد في الطاليان 4 سنين، تعلمت اللغه وبدات كتخدم. المهم اي حاجه بغاتها كيقول لها ديريها، ما كانش كيرفض لها حتى حاجه. ولكن خديجه من بعد 4 سنين ديال الزواج ما جاب لهمش الله الوليدات، عياو مشيو عند الطبيب فما جاب لهمش الله. هنا راجل خديجه كيقول ليها صافي ماشي مشكل، الا ما عطاناش الله الولاد ما عندنا ما نديرو. خديجه بقات كتشوف مع واحد يعني دازت تقريبا شي 8 سنين وهي تقول له شوف ما عندك لاش تبقى بلا ولاد، انت راه خاصك وليداتك غير تزوج. وهو يقول ليها لا، انا ما عمرني ما نتزوج عليك، فانا تزوجت بيك كنبغيك وراني ما عنديش انا مشكل في الولاد، صافي غنبقى معاك. عطانا الله الوليدات تبارك الله، ما عطاناش ما عندنا ما نديرو صافي. المهم كتقول خديجه بقاو عايشين واحد العيشه اللي زوينه، عايشين ما عندهمش المشاكل. راجلها ظريف وكانت ديما كتفتخر به، كتقول لهم انا واخا ما عطانيش الله الولاد عطاني الله راجل ظريف، وفي نفس الوقت واخا ما ولدش هو معايا وهادي وهادي وهادي. والمشكل كان عند خديجه، يعني فاش مشاو للطبيب كيقولوا عندك المشكل عند خديجه، يعني هي اللي ما يمكنلاش تولد. المهم ما علينا، عاش مع السيد بخير وعلى خير. السيد كان كيخدم في الرموك، كيسوق داك الكاميو ديك السبور، مره كيدي السلعه للمغرب، مره كيجيبها من المغرب لاوروبا للطاليان. راكم عارفين صحاب ليكسبور ولومبور، يعني خدمتهم شيفور يمشي ويجي، وهي كتبقى تما. فاش كيجي للمغرب ما كيتفوتش واحد 3 ايام ولا كاع سيمانه، المهم على حسب الخدمه ديالو. المهم ما علينا، بقات مع السيد داز واحد تقريبا 20 عام ديال الزواج وهي مزوجه بهذا السيد. ولكن هاد 20 عام كامله دازت زوينه ومزيانه وبدون مشاكل. ولكن مور هاد 20 عام السيد غادي يمرض، غادي يجي واحد المرض اللي خايب، ومنين غيديوه للطبيب غادي يلقاو داك المرض انتشر له في ذاته. المهم غادي تهزو خديجه بسنانها، ما غاديش تخلي حتى شي حاجه تاديه، غتسبق به في الاطباء وتعاونوا. المهم ما كتخلي مسكينه ما دير في جهدها. السيد غيبقى 3 سنين وهو مريض، الطبيب غيقول ليها راه ما عندوش العلاج، السيد فات فيه المرض يعني انتشر فيه. فراجل خديجه كيطلب منها كيقول لها شوفي انا بغيت نموت في بلادي اديني للمغرب. داكشي اللي دارت خديجه، قالت له لا ما تموتش ان شاء الله ودابا تبرا. المهم جمعات له حويجاته والوريقات وداكشي وهبطوا للمغرب هي وياه. بالفعل فاش وصلوا للمغرب ما دوش تقريبا حتى شي اسبوع وهو يتوفى، وتوفى في وسط العائله ديالو مع امو وخوتو وداكشي. المهم خديجه حزنات على راجلها بزاف وبكات وتفقصات وتخلعات. المهم راكم عارفين راه 20 عام ديال الزواج هادي ماشي سهله، وعاد كان ظريف معاها وما عمرو جبد لها حس الاولاد. المهم ما علينا، خديجه لبست البيض على راجلها، وراكم عارفين الكناسه كلشي كيبكي وكلشي مصدوم وكلشي. واحد الساعه وهي تجي واحد السيده حتى هي لابسه البيض ومعها وليدات، عندها البنيته في عمرها 15 سنه وجوج وليدات 8 سنين والصغير في عمره 6 سنين.
هذيك المراه جايبه مع هذاك الوليدات ولابسه البيض، وحتى هي كتبكي. كتقول خديجه ملي شافت السيده بوليداتها ولابسه البيض كتبكي استغربت، وهي تهضر معاها وتقول لها واش انت توفى لك الراجل؟ هي داك المراه تشوف فيها وقالت لها راه الراجل اللي توفى راه راجلك، راه هو راجلي. خديجه تصدمت عمرها، كيفاش انا 20 عام وكتقول هو انا مزوجه بالسيد وما عمرني ما شفت عليه شي حاجه، وانتي جايه دابا قالت لها سيري يا نصابه، واش جايه باغا تنصبي على راه مسكين ما عنده والو. المهم قالت لها شوفي، راجلك راه هو راجلي، وهاد الاولاد اللي كتشوفي راهم ولادو، وراه شاري لي دار في سميتي هنايا. وبالفعل خديجه كتقول فاش كانت خدامه في الطاليان هي وياه كانت كتعطيه الفلوس وكيقول لها حقا غنديروا بهم مشاريع هذه، والمهم ما كانوش كيتحاسبوا. وهو داك اللي كانت كتعطيه مع فلوسه كان شرا بها الدار لمراتو الثانيه، ولكن هي ما على بالها حتى شي حاجه. المهم قالت لها هذيك المراه راه راجلك هو راجلي، وراه شاري لي الدار وهادو راهم ولادو، وراني جالسه هنا في المغرب هذه مدة 16 سنة وأنا مزوجة بهذا السيد وشاري لي الدار، وشرطه الوحيد هو أنني ما غيدينيش معاه للطاليان، غنبقى هنا، وكان كيجي عندي مرة. خديجة صدمت عمرها، ما عرفات واش تبكي واش تسيق واش تكذب. عيطات لعكوزتها ولويساتها وقالت لهم شوفوا هاد السيده اش كتقول، هاد السيده راه قالت لك باللي هي مرت فلان. بقاو كيشوفوا فيها قالوا لها بنتي راه راجلك راه من بعد ما تزوجتي به ب4 سنين وما عطاكمش الله الوليدات راه جا للمغرب وتزوج بهاد السيده وشرط عليها باش ما تمشيش معاه لاوروبا، وشرط عليها يعني باش تبقى هنا وتولد معاه، وشرى ليها الدار مكافاه ليها. خديجه تصدمت، كيفاش العجوزه عارفه واللوايس كلشي عارف غير هي الوحيده اللي ما عارفاش. ديك الساعه خديجه حيدات داك البيض اللي كانت لابساه ديك الساعه في داك الجنازه، وداك البكا اللي كانت كتبكي حبساتو. كيفاش؟ قالت لهم انا كنت كنخدم معاه وهو كان كيشري الدار للمراه هنا وكيصرف على المراه ويصيفط لها، وانا كنقول علاش هاد الخدمه ديالي وديالو ما كافياناش. المشكله كتقول خديجه هو شرا لمراتو الثانيه دار في المغرب، والدار اللي عايشين فيها في الطاليان كانوا شراوها بجوج بهم وكسبوها في النص هي وهو. فكتقول خديجه دابا داك النص دار ديالها والنص الاخر راه يعني داخلين فيه الوراثه اللي مراتو وولادو وعائلته. المهم بقات مصدومه، ولكن في نفس الوقت قالت لك الضربه اللي ما ديك المثل الضربه اللي ما تقتلك تقويك بحال هكا. المهم تقوات بزاف خديجه، خرجت من داك الكنازه وجمعات حوايجها ورجعات بحالها للطاليان. كيفاش السيد 20 عام وانا معاه و3 سنين وانا هزاه وهو مريض، وفي التالي خرج منه هذا الشيء كامل. رجعت للطاليان حالتها النفسيه مدمره، مسكينه ما ولدت يعني ما دارت صحاب، فكانت مقابله غير الخدمه والدار والسبك. منين رجعت للطاليان بقات جالسه تما. خديجه عندها واحد خوها عايش في واحد المدينه واحده اخرى تما نيت في الطاليان، بقى كيجي حيت كانت خديجه مع المده هي اللي جابت داك خوها، وداك خوها مين جا خدام ودبر على راسو وداكشي. المهم بقات كتمشي عنده كتلف شويه. هذيك السيده مرت خوها شافت واحد السيد كيجيهم من العائله، منين شافها كتمشي عندهم قال لهم شكون هذيك السيده على خديجه. فمرت خو خديجه قالت لهم هذيك راه راجلها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، راه عاش معاه مده 20 عام ومرض وهذه وفي التالي لقاتو مجوج عليها هذاك الشيء باش راه مسكينه معصبه وجهها بحال اكتئاب. فهذا الراجل هذا منين عاودوا له على خديجه قال لهم والو، انا بغيت هذيك السيده وهي اللي غندي. قالوا له راه مستحيل تديك، هي يعني عاد خارجه من الصدمه. قال لهم شوفوا انا بغيتها. قالوا له راها ما كتولدش. قال لهم انا بغيتها سوا تولد سوا ما تولدش. هذا السيد هذا كان مطلق وعنده وليد، قال لهم انا مطلق وعندي وليد فانا بغيتها ماشي مشكل واخا ما تولدش. قالوا له صافي حنا نهضروا مع خديجه. مشاو عندها فاش جات هذه يهضروا معاها قالوا لها السيد راه باغاك للزواج وهذه. خديجه بقات كتشوف وقالت لهم واش على هذا الشيء يعني بنادم دوزت معاه سنين وشوش نخرج منه وما عمرني ما شكيت فيه وانتم مازال كتقولوا لي الزواج ما الزواج. المهم بقاو معاها حتى قنعوها، قالوا لها صافي الراجل مزيان وراه عارفك ما كتولديش وما عندوش مشكل وزيدنا راه عنده ولد. خديجه قنعوها قالت لهم صافي واخا وافقات. السيد لاباس عليه وميسر عليه الله، قال لخديجه ما تخدمي ما حتى حاجه.
جلسي اي حاجه بغيتيها نعطيها لك. مهلي في خديجه واحد التهلب بوحدو، بحال اللي كيعوضها على داك التماره اللي كانت كضرب مع داك السيد. المهم بقات هكا جالسه مع الراجل ظريف، حتى هو كيتعامل معاها مزيان بخير وعلى خير، ما كيجبدلهاش حس الولاد حيتاش عارفها ما كتولدش. ما علينا. خديجه دوزات مع داك السيد واحد الخمس شهور، 5 شهور وهي مجوجه معاه وجالسه معاه في نفس الدار. واحد النهار خديجه غتجيها تقيا الردان وغتحس براسها ماشي هي هذيك. فداك النهار كامل وخديجه ناعسه ودايخه ومريضه. منين جا راجلها من الخدمه لقاها في داك الحاله، قال لها والو غنهزك نديك للطبيب. فكانت عنده عزيزه بزاف بحكم داكشي اللي عاودوا له عليها، وبحكم التضحيه اللي ضحات مع داك الراجل، وبحكم انه هزاتو 3 سنين وهي هزاه وكتدير له ليكوش وتقابلوا. راكم عارفين الراجل مني مرض راه ولا يدير كلشي في حوايجو ليكوش ومسكينه كانت مقابله. فاش عرف هذا الشيء زاد بغاها بزاف. المهم قال لها مريضه ما تبقيش جالسه، نوضي يلاه نديك للطبيب. قالت له لا راه يمكن غير الدوخه ولا كليت شي حاجه ضراتني ما يمكنش. قال لها والله ما تنعسي تنديك للطبيب ونشوف مالكي. ما يمكنش. قال لها تمشي تكوني مريضه ولا ضروري. المهم هز لبست حويجاتها وداها تما للطبيب. هادشي كلشي وقع في الطاليان، يعني راه مازال في الطاليان. المهم منين داها للطبيب خديجه كتصاب محوله. كيقول لهم الطبيب مبروك السيده راه محوله، راه عندها 3 شهور. السيد تصدم. اما خديجه كتقول ما عرفت لا تبكي ولا تضحك. كيفاش؟ انا راجل دوزت معاه 20 عام وما عمري ولدت معاه، والسيد دوزت معاه 5 شهور لقيت راسي محوله وعندي 3 شهور عاد، فراه ما يمكنش. صدمات. المهم فرحات بزاف وراجلها حتى هو فرحوا بحال اللي ربي عوضها داك الصبر اللي صبرات مع داك السيد. يعني صبرات هذيك المده ربي جزاها. المهم ما علينا. كتقول خديجه ديك الساعه كان في العمر ديالها 42 سنه وهي يلاه محوله. فولدت داك الوليد وولات عاوتاني العام اللي موراه ولدات، والعام الاخر ولدات، يعني في 3 سنين ولات 3. حيت عطاها الله الولاد قالت اللهم نولد لان راه في عمري 42 سنه. قالت خافتي بانها يعني ما تبقاش تولد. فولدات في داك 3 سنين كل عام كانت كتولد ولد 3. دابا عندها خديجه 3 د الوليدات، بنيته وجوج ولاد. عايشه معززه مكرمه، راجلها ظريف كيحترمها، ووليداتها تبارك الله ما شاء الله مقابلهم مزيان. السيده غير ما زادت زيانت وصغارت، واخا هي كتكبر ولكن بقوه الراحه والراحه النفسيه. داكشي كيبان لها على وجهها، واللي شافها كيقول لها شنو السر شنو كديري. فتبارك الله ما شاء الله غير ما غادا كتكبر وكتزيان. المهم ربي عوضها على داك الراجل. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذه القصه هذه، والسلام عليكم.